في البداية يا صديقي عايزك تكون مقتنع بحاجة مهمة، ان انا مش جاي اديك كلمتين تحفيز من بتوع انت تقدر ونام واصحى هتلاقي نفسك دكتور. بالعكس تماما، انا جاي اقولك انك حاطط نفسك في كارثة، بس الكارثة اللي انت حاطط نفسك فيها لحد الان لسه ليها حل. وعايزك تكون مقتنع ان انا ولا انا مدرسك ولا ابوك اللي هيزعق لك، لا، عايزك تعتبرني اخوك الكبير اللي جايب لك الخلاصة اللي تلحق تلم بيها الدور وتلحق الباقي من كرامتك قدام ورقة الامتحان. ولو كنت فاكر ان الوقت فات فانت غلطان، الوقت فات بس اللي استسلموا بس. ما دام لسه فيك عرق بينبض يبقى لسه في فرصه. هتركز لي بقى في ال3 دقايق اللي جايين دول عشان هنحط خطه ننقذك من الكارثه اللي حطيت نفسك فيها. دلوقتي احنا في مرحله الطب الشرعي للمنهج، مفيش اي وقت للهزار. اكتب لي ال4 خطوات اللي هقولك عليهم دلوقتي وتنفذهم بالترتيب. رقم 1، جرد المنهج. هتجيب لي يا باشا ورقه وقلم وتكتب لي اسماء الدروس بتاعت كل ماده. مثلا هتجيب ورقه تكتب لي الماده مثلا فيزياء، الفصل الاول بيتكلم عن كذا، الفصل الثاني، الفصل الثالث، وهكذا. وبعد كده هتجيب لي قلم تظليل او بالقلم وتعمل لي دايره حوالين مثلا الفصل ده كان سهل عليك او الدرس ده كان فصل سهل عليك، تعمل لي حوالين منه دايره او توضحه لي، ونبدا بيه مذاكره وفورا. وبكده نكون انجزنا انجازين. الانجاز الاول انك خدت ثقه في نفسك، الانجاز الثاني بنلم في المنهج. رقم 2، طريقه اليوتيوب الذهبيه. حاليا حسيت بالذنب فانت عاوز تذاكر، تقوم جايب لي الكتاب وتذاكر لي من الجلده للجلده، وده غلط. انت كده بتضيع وقتك لان نفسك هتنسد اصلا. هتدخل لي على اليوتيوب وتكتب لي مراجعه ليله الامتحان للماده الفلانيه، هتسمع لي الفيديو وانت اعصابك هاديه وواثق في نفسك تمام الثقه، تمام، وتركز لي تركيز في الفيديو كانك طالب من الاوائل، وتركز لي على النقط اللي المدرس ركز عليها، وبكده تكون خدت الخلاصه اللي المدرسين بيجيبوها في الامتحانات. رقم 3، قاعده ال20/80 والامتحانات الشامله. هتتصرف وتجيب لي اخر 5 سنين امتحانات لكل ماده وهتقراهم كلك. هتلاحظ ان في اسئله بتتكرر كل سنه وبنفس النص، وهي ديت ال20% اللي هتجيب لك 80% من الدرجات باذن الله. وهتحفظ لي اجابه الاسئله ديت حتى لو ما فهمتهاش، احنا حاليا مش في وقت فهم، المهم انك تعدي. رقم 4، سيستم التركيز القاتل. ارمي لي الموبايل، ما عادش فيه رفاهيه دلوقتي، ما عادش فيه وقت، وهتذاكر لي باي نظام مذاكره يريحك. طيب انت دلوقتي مش عارف نظام معين، هقول لك على نظام تذاكر بيه وانا بذاكر بيه شخصيا، نظام البومودورو. وهو ببساطه انك هتذاكر لي 25 دقيقه بتركيز قاتل وبعدها تاخد بريك 5 دقايق، ومع تكرار جلسات المذاكره ممكن تزود البريك ده شويه. بس في نقطه مهمه عايزك تاخد بالك منها، ان البريك يعني مش بريك على موبايل، لا، تسترخي، تشرب ميه، تبص من البلكونه، اي حاجه الا الموبايل عشان هيسحب وقتك. وما تخافش، انت قدها وهتعملها وباذن الله مش هتخلي حد يشمت فيك. دلوقتي انا عايزك تثبت لي انك ناوي بجد. هتنزل لي في الكومنتات وتكتب لي اصعب ماده عندك، وهتكتب لي جنبها انا قدها وهلمها. طيب الهدف من ده ان كل زمايلك هيشوفوا تعليقك وهيتشجعوا بيك. يلا يا وحش، مفيش اي وقت للكلام، وقت الفعل بدأ. يلا سلام، وما تنساش تصلي على النبي.